السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا اجمل اخوات؟ جايه لكم النهارده بقى في فيديو حلو جدا. جو ساقع جدا وعمال يشتي شتا ما بيفصلش. كلنا سقعانين وبصوا متكتكين كده في البيت وعايزين اي حاجه تدفينا، وكل شويه بناكل وعارف يعني مش عايزين نقوم من تحت البطانيه. قبل اي حاجه نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، واللي مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك ونضغط لايك. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي، وهي اصلا ملكه الشتاء وان هي بتدفي. وانتوا طبعا زي ما انتوا شايفين المكونات باينه هي. هنعمل حاجه كده تدفينا بقى وتدفي الاولاد بقى وكده، واحنا ايه قاعدين متكتكين. هنجيب واحده طماطم وقطعتين من البصل حجم الصغير او الوسط ده، وكام فص ثوم، والعدس اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا غسلنا العدس، هننزله كله. طبعا كلنا بنعرف نعمله، كل واحده بتعملها بطريقتها، وكل واحد بيعمله بالطريقه اللي هو متعود عليها. دي الطريقه اللي احنا متعودين عليها كلنا. العدس وطماطم والبصل وكم فص ثوم. طبعا الوصفه دي عباره عن يعني بتقوم معايا على الجزر. يعني انا على قد ما بقدر بزود جزر في الوصفه دي، مش جزرايه ولا اتنين، انا بحب قوي ازود جزر فيها. طبعا انا نقع الجزر غسلاه كويس ونقعته في ميه. هعمله بقى شرايح كده، عشان الجزر اصلا غني بالفيتامين سي، وهي اصلا لما بكتر الجزر في الوصفه دي بتبقى غنيه قوي قوي، ويبقى طعمها مش قادره اقول لكم عامل ازاي. جربوا الوصفه زي ما انا بعملها كده، وكتروا الجزر، وما تحطوش بطاطس، وما تحطوش جزر، ما تحطوش كوسه. حطوا بس جزر، كتروا قوي في الجزر وبصل وطماطم وتوم بس. وهتاكلي بقى شوربه عدس مش قادره اقولك على جمالها. مش هتبطلي اصلا تعمليها، هتبقى حاجه اساسيه على سفرتك جنب اي اكل انت بتعمليه. حاجه حلوه جدا 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 جدا. بصوا، ده كيلو من الجزر. طبعا انا مش هاخده كله، انا هاخد مثلا نص كيلو منه، عشان انا بحب الجزر جدا. في الوصفه دي، وصفه العدس دي بتبقى غنيه معايا. اول ما تبصوا مش قادره اقول لكم الجو عندنا عامل ازاي. يا خبر، مش قادره. ساعه جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا مقفلين البيت خالص، بس مش قادرين نشغل دفايات، مش قادرين. يعني حاسه ان الدفايه هتكسر لنا جسمنا. فالجو ساعه، فهو العدس ده بديل الدفايه. كليه كده في البيت واعمليه، هتلاقي نفسك دفيتي وبقيتي زي الفل. اهو زي ما شايفين. بصوا، الجزر والطماطم والبصل والطماطم وقطعة الطماطم. بصوا، هننزل بالمية. نرفعه بقى على البوتاجاز لحد ما يستوي كل الخضار معايا. يستوي بقى الجزر ويستوي البصل والعدس والطماطم، كل المكونات دي تستوي. وبعد كده هوريكم بقى اول ما ينزل مع البوتاجاز هيبقى شكله عامل ازاي. شوربة العدس الأساسية على كل سفرة، لازم جنب أي أكل يا جماعة تبقى شوربة العدس دي متوفرة. دي أساسية عندنا على كل حاجة، الصراحة بتبقى تحفة.
الجو طبعا ساقع جدا، فاحنا ايه بنحبها جدا يعني. نجيب الخلاط بتاعنا زي ما انتم شايفين، بس سيبناها بردت شويه وننزل. بصوا الجزر، بصوا الجمال، بصوا تحفه. نركن ده ونجيب ده كده شويه. كده خلاص. طبعا نجيب مصفى طبق، لازم نصفيه عشان ميبقاش فيه اي رواسب. بصوا اللون ده، بصوا اللون ده، اللون ده طبيعي بدون اي لون بقى، ولا كركم ولا اي حاجه. عشان كده بقولك الوصفه بتاعت الشوربه بتاعت النهارده دي تبقى غنيه بالجزر. بصوا اللون، بصوا التحفه. استنى اوريكم بس اللون ونكمل بقيه الكميه. بصوا اللون، لون اصفر ساطع الصفار. بصوا الجمال. خلص بقى الكميه كلها ونرجع لكم تاني. كده خلصنا اهيت، ضربناه كله. بصوا الجمال، بصوا اللون، بصوا اللون. نجيب الحله بتاعتنا وهننزل. بصوا الجمال. بعد كده هنجيب مرقه، كمون، شطه، ملح، وهننزل بالتوابل بتاعتنا دي. نرفعها بقى يلا على النار. هنجيب حمص، هنجيب بقى حبه زيت كده عشان نعمل بقى ايه التقليه بتاعه العدس اهو. يلا بينا نرفع على البوتاجاز اهو يا جماعه. بصوا بدأ يغلي معايا. بصوا الجمال، والتقليه بتاعتها هيت. الناس اللي بقى بتقول انا بعمله بسمنه، براحتكم بقى، اللي عايز يعمله بسمنه يعمله، اللي عايز يعمله بزيت يعمل، بس انا بحبه، محبش عليه السمنه. بحب ممكن بعد ما يخلص خالص اضيف عليه سمنه بلدي على الوش. بصوا البصل طبعا ايه، عايزه اوريكم التقليه. الخيال بتاعي جاي في الطاسه وده بدأ يغلي اهو. نوطي بقى على العدس بتاعنا لحد ما اهو. عايزين بقى واحده واحده كده معانا. بس هجيب لكم ايه، هي دي الدرجه تقليه. بسم الله. صوتك يا سليم. بصوا يا جماعه احنا خلصناه ونزلناه من على النار. بصوا الجمال تحفه. تعالوا بقى نقلب مع بعض اوريكم بقى ايه قوامه.
فين الصوت؟ الله حلو والله. في منه الازرق. الصوت جميل، الصوت تحفه. مش قادره اقول لكم بقى ايه على طعمه. احلى شوربه عدس ممكن تاكليها باللون التحفه الطبيعي الجمال ده. بصوا التحفه. يلا قومي كده تشجعي واعمليه ودفي البيت ودفوا نفسكم وانتوا تحت البطانيه كده. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك.